السلام عليكم، هلا والله شباب، شلونكم؟ ياكم سيف المونستر او فيديو جديد لكلاش اوف كلانز. اليوم الفيديو مثل ما شفتوا بعنوانه اللي هو كيف تطور الجدار مالتك بسرعة. طبعا هواي تشوف ناس يعني البيت مالته ليفل 10 او ليفل 9 او حتى ليفل 8 والجدار مالته لسه بعده من هذا الوردي اللي هو ليفل 6 والبنفسجي عنده قليل، مثلا ليفل 7 يكون عنده قليل. ليش وشنو السبب؟ دائما الشخص يكون مهتم بتطوير الدفاعات ودائما يخلي الجدار يقول بعدين نتفرغ له، لكن حقيقة يجي الوقت ويتفرغ له، لكن يشوف الأمر جدا صعب أن يطور كل هاي يعني الأعداد من الجدار يعني بوقت مستحيل، يعني تكون صعبة جدا ويمل من اللعبة. شنو الحل وكيف تطور الجدار مالتك بسرعة؟ راح نتطرق بهذا الفيديو. طبعا الشيء المهم اللي على مود تطور الجدار مالتك بسرعة هي شغلة واحدة، انك تخلي دائما عامل فارغ، دائما تخلي عامل فارغ مثل ما تشوفون قدامكم. عامل فارغ انا مخلي العامل الفارغ هذا دائما انت من تطور تخليك عامل فارغ. هذا شو يسوي؟ انت تكون دائما من تجمع فلوس الذهب تجمع تستخدمه وتستثمره بتطوير الجدار. يعني مو كان ما انت من تطور يعني ما تخلي ولا عامل عندك مفتوح، تستخدم واحد تخلي فارغ ما عنده شيء على ما تطور بيه جدار، لان انت من تكون كل عامل مشتغلين عندك ما راح يعني تلعب باللعبة وما راح تهجم الثاني منها لمن ينتهون، لكن من عندك عامل فارغ راح تكون نشط وتلعب اللعبة وتطور بالجدار. طبعا لا تقول هذا الكلام يعني بخيس وما بيحاضر ما ادري شنو كله كذب، لا، انت حترضى انه كذب هذا جربه لمدة اسبوع، واذا يعني ما نصح وياك وشفت غلط او فخر ولي، لكن تجربها ورا اسبوع شوف النتيجة، راح تشوف النتيجة حقيقة. يعني انا يعني بعض ورا اسبوع او اسبوعين يعني كنت فقط عند جدار هذا الوردي، ورا ما استخدمت هاي الاستراتيجية مال الجدار حقيقة يعني النتيجة هي مفاجئة. ومثل ما شفتوا يعني حاليا تقريبا 3/4 القرية يعني طورت هذا الجدار، ما بقى شيء قليل. يعني مثل ما تشوفون من الجمع يعني من الهجمات مالتك دائما يعني بس يوصل ألف قبل استخدمه، يعني لا تخلي اودي يوصل 6 ملايين يلا اتطور لي، لا وصل مليون قبل تطور بيه. هاي 1 2 3 4 5. طبعا الآخر شيء تطور الجدار آخر شيء من الصفر. طبعا هو كل 5 بيهن مليون يعني بالنسبة لليفل 7 والليفل 8 500 وهكذا. المهم استخدم هاي الاستراتيجية أني أنصحكم بها. طبعا اليوم ايضا ويا الفيديو ايضا راح نقوم بنصائح للمبتدئين في كلاش اوف كلانس. الاشخاص اللي يستوهم يلعبون كلاش اوف كلانس انصحهم اولا انه من يلعبون اللعبة العفو الجواهر لا يصرفونها بسرعة. يعني اول ما تبدي اللعبة اعتقد يعطي 500 جوهرة، 250 تشتري عامل بقى 250، ذي 250 لا تستثمرهن ويروحن بالقرية على مود اشياء عاوية، لا خليه نجمعهن واشتري عامل خامس، لان اللعبة اذا ما عندك بيها عمال شوية يعني 5 أو 4 يعني 3 وجوا حقيقة شوية صعبة وراح تبطأ وهواي بتطوير قريتك. فأني أنصحك أنه لا تصرف جواهرك، جمعهن حتى لو يعني ممكن من هستوك مبتدئي اللعبة. طبعا هاي استراتيجية هو اعتمدها من كبار كلاش اوف كلانز، ومثل ما شفتوا وين وصلوا بهاي. طبعا هذا كل ما كان لدينا في الفيديو، ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم لا تنسوا طقنا بلايك وتشترك بالقناة اذا ما مشترك. كان معكم سيف المونستر.